ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. من الحلويات بتاعة رمضان واللي هتعجب عشاق اللوتس قوي مهلبية اللوتس. سهلة جدا ولذيذة ومش بتاخد وقت خالص. الأول محتاجين كيلو لبن حليب عليه معلقتين دقيق ومعلقتين نشا ومعلقتين سكر. بمضرب البيض على البارد كده وقلبي لحد ما ندوب كل حاجة في اللبن وما يبقاش فيه أي حاجة متكتلة. بعد بقى ما دوبنا كله في اللبن كده هنرفعه على نار هادية ونقلب برضو باستمرار كده لحد ما نوصل للقوام ده. أنا حطيت هنا فانيليا بس للأسف ما اتصورتش، معلقة صغيرة فانيليا. بعد ما خلصت بقى المهلبية كده نزلتها في بولة كده وسبتها تبرد، وبعدين حطيت عليها معلقتين كريم شانتيه ومعلقتين كريمة لوتس. كريمة اللوتس دي احنا متعودين ان احنا بنعملها مع بعض، جميلة قوي وحلوة، هتطلع معاكي مظبوطة زي الجاهزة بالظبط. وفي نفس الوقت التكاليف بتاعتها اقل من ربع تمنها، مش هتبطلي تعمليها ابدا. هنضرب بقى بمضرب البيض كده كريمة اللوتس مع الكريم شانتيه مع المهلبية اللي عملناها بالسباتولا كده، ونزلي اللي على الجناب وهاتي من تحت كده واضربي تاني. هنضرب بقى لحد ما ندوب كل حاجة في المهلبية، ما يبقاش فيه اي حاجة متكتلة معانا بالشكل ده كده. بسكوت اللوتس انا اخدت حوالي تلت الباكو، ضربته كده عملته في مطحن الخلاط، وحطيت عليه معلقتين زبدة سيحتهم كده على نار هادية وقلبتهم كويس. وبعدين جبت الكاسات اللي هقدم فيها وحطيت فيها البسكوت ده اللي عملناه بالزبدة. حطيت في كل كاس كده معلقتين وسويتهم تحت بالشكل ده. ودي كده اول طبقة. تاني طبقة هنحط المهلبية بتاعتنا اللي عملناها. مهلبية طبعا باردة دلوقتي، حطي بقى وسوي الوش كده. ودي تاني طبقة. بالنسبة للمهلبية طبعا أنا ما حطيتلهاش سكر كتير، كيلو لبن حطيت له معلقتين سكر، يعني ده سكر قليل فعلا. بس أنا مكتفية بقى إن بسكوت اللوتس بيبقى مسكر قوي، والكريمة بتاعته برضو كريمة اللوتس بيبقى سكرها برضو حلو شوية. فقلت يعني كفاية الطبقة الأولانية والتالتة سكرهم كتير، والطبقة الوسطانية بقى نخفف السكر شوية. حطينا بقى الطبقة التالتة اهي كريمة اللوتس، بعد ما تسيحيها كده في حمام مية أو تحطيها على نار هادية خالص وتسيحيها. الطباق الصغيرة دي أنا حطيت فيها بسكوت عادي من تحت، والكريمة اللي اتبقت مننا، وطبقة برضو من كريمة اللوتس كده. وبعدين زينا الوش بقى دايما تزيين الوش ده بتاعك انتي، اي حاجة موجودة عندك في البيت زيني بيها. انا حطيت حبة بندق مكسر كده، حبة فستق، ممكن تحطي فول سوداني، تحطي زبيب وجوز هند، تحطي حلويات اللي هي المسكرة دي اللي هي الكريز الاحمر او الاخضر. اي حاجة موجودة عندك زيني بيها. وحطيها بقى في التلاجة ساعة كده او ساعتين، وقدميها بألف هنا، هتعجبهم قوي قوي. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.